السلام عليكم. النهارده هنعمل كيكة الشوكولاتة. لو اول مرة بتشوفوني اعملوا لايك واشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الكيكة دي ممكن نعملها لعيد الميلاد او ممكن نقدمها لضيوفنا او ممكن نتعشى او نفطر منها. يلا نسمي بسم الله. معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، يعني هطلعهم من التلاجة قبلها ب3 ساعات. هضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا وهضربهم. ممكن نستعمل المضرب الكهربائي وممكن نستعمل الخلاط، المهم ان نضرب كويس لحد ما تعمل فوم كده. هضيف عليها كوباية من السكر، ممكن استخدم اي سكر موجود عندي. وهضرب بقى مع بعض كويس. عملنا قبل كده كيكة الرواني وكيكة الجلاش وكيكة التايجر، هسيب لكم الطريقة في اخر الفيديو. هضرب مع بعض كويس قوي لحد ما اللون يفتح ويبقى القوام بتاعها كريمي. هضيف عليهم نص كوباية من الزيت، اي زيت موجود عندي المهم. وهضرب بقى كويس قوي. هضيف عليهم علبة زبادي صغيرة، ده بيدي طعم حلو قوي للكيكة وبيخليها هشة كده وطرية. وهخلط بقى مع بعض كده كويس قوي. هضيف كوباية لبن دافية، كل المكونات بتاعتي تبقى بنفس الكوباية. وهضرب بقى مع بعض. هضيف معلقة خل كبيرة، كوبايتين ونص من الدقيق اكون نخلاهم كويس قوي، دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق حلويات. مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة كربوناتو، ربع معلقة ملح. واقلب بقى مع بعض كويس قوي. هضيف عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام اكون نخلها كويس قوي. واقلب بقى مع بعض كويس قوي لحد ما يجيلي القوام كريمي بالشكل ده. هجيب صينية مدهونة زيت مقاس 26. لو عايزة الكيكة تبقى مرتفعة اكتر اجيب صينية مقاس 24. وهضيف الخليط وهدخلها على الفرن متسخن على درجة حرارة 180 في الشبكة اللي في النص. ولو ما عنديش تايمر ادخلها في فرن متوسط الحرارة. هخبطها كده خبطتين وادخلها على الفرن. هعمل صوص الشوكولاتة. معايا كوباية لبن دافية، معلقتين كبار من الشوكولاتة المبشورة، شوكولاتة خام اي شوكولاتة موجودة عندي، ده بيدي طعم حلو قوي للصوص. وهحط كوباية لبن كوباية سكر بودرة ونص كوباية كاكاو. وهضربهم مع بعض كويس قوي هيجيلي القوام كريمي. ممكن نستخدمه للتورتات للجاتوهات. طلعت الكيكة وقلبتها، سبتها تهدى 5 دقايق بس. هخرمها كده بالخل او بالشوكة. وهجيب كوباية مية هقلب فيها معلقة كاكاو كبيرة معاها معلقتين سكر. وأقلبها كويس قوي وهسقي بيها الكيكة. كل ما تشرب هسقي. انا عايزة الكيكة كلها تبقى بالطعم الشوكولاتة. وانا المفروض اسيبها لما تبرد خالص، بس انا سبتها 5 دقايق بس. بس هتديني نتيجة حلوة قوي في الاخر. هضيف صوص الشوكولاتة اللي عملته، انا بحبها غرقانة كده بصوص الشوكولاتة. انا ما دخلتوش التلاجة، بصوا قوامه تقيل ازاي. هضيف عليها شوكولاتة مبشورة ناعم، شوكولاتة خام، او ممكن شوكولاتة شيبس، شوكولاتة فورماسيل، اي شوكولاتة موجودة عندي. وهزين بقى باي حاجة عندي. انا جايبة علبة من عند مستلزمات حلواني، هتلاقوه سعرها مش غالي، ب12 جنيه وفيها كتير. هتبقى معايا بالشكل ده. ممكن استعملها لاعياد الميلاد، ممكن لو جالي ضيوف ممكن اعملها للفطار، اتعشى منها. يعني بتبقى جميلة قوي، طعم تحفة. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا الدخان طالع منها ايه، جامدة قوي. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وانزلوا صندوق الوصف هتلاقوا كيكات وحلويات وحاجات حلوه قوي تعجبكم.
باي باي.